بالفلسطيني الكح بيقولوا أبو كموني. مين هذا ابو كموني؟ بعرفوش. هذا مثل فلسطيني. اه بيقولوا أبو كموني عن الشخص البخيل. طبعا بخيل، بس يعني انه ليش ابو كموني؟ ليش مش كاكي اصفر ازرق ناشف بنفتحي؟ ناشف؟ ولك يا عم الموضوع مش بالألوان. بعدين من وين جبت ناشف هاي؟ في إزرق فاتح وفي غامق وفي كحلي، بس ناشف مخك الناشف. الكموني نفسها، يعني كيف بدي أحكي لك؟ زهرة الكمون البخيل بيكون ماسك ايده هيك، قابض على ايده على الدراهم، على الكروشات. الكرشات بدهن كمون منيح، بدك تسخى كمون، معلوم بدك تحط كمون منيح. اسخى كمون وليمون، مش اي حد بطبخن. هلا بدك البخيل يطبخ كرشات كتير هيك. لا 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 لا، بما انك فاهم انه البخيل مش رح يعزمك على كرشات، يبقى لازم تفهم انه زهرة الكمون ولك يا عم مسكرة هيك زي البخيل، زي ايد البخيل اللي بيقولوا له ابو كمونة، نسبة لزهرة الكمون اللي مسكرة زي مخك. فالبخيل صعب يفتح ايده ولا بيطلع منه نتوفي زي مخك ولا نتفي. والله هدول بتطعموش اشي لا ثمرة ولا عجرة. عجرة؟ ماشي، لهيك بضربوا المثل يا ابو عجرة، فبصيروا يقولوا هذا ابو كموني مسكر على مصاريه. يسكر، بلاش حد يسرق. الاسبوع الماضي انسرق بيت دار حماي واجت الشرطة ما لقتش حدا. خليك بحالك، شو دخلك بالامثال؟ بلاش يجي المخرج وانا مش جاهز ويعمل لي فنط الي والك. اشي تاني على اساس عارف شو نقال بالاول لا يعرف شو نقال بالتاني. الله يهونها واخلص من قصة مساعد المخرج، لا فرجيك كيف بيكون الاخراج يا حضرة المخرج. كمل النقل بالزعرور. من وين اجى هالمثل؟ الفلاحين ما بيذكروا الزعرور ولا بخطر عبال حدا إلا بعد ما يعبوا البكم، يعني سيارة النقل اللي إلها قفص من ورا، زي الفلوكس فاجن بالسبعينات والثمانينات، واللي اليوم بدوروا عليه دوار الشباب، واللي عنده وحدي يعني سيارة فلوكس اتعزز وباعها وهو يوكل لوز وسكر. الكل بده يعمل هالباص، الفلوكس مشروع وعبن البلد، الله وكيلكم والله يرزق الناس. المهم ما حدا بيذكر الزعرور زي ما قلت إلا إذا ضل محل فاضي بالحمل. بيقولوا اتعبت العرباي أو حمل الحمارة لما كانوا يعبوا الحمل على الحمارة، واكتمل النقل بالزعرور. طبعا كانوا يحطوه وين؟ مش على الحمارة، كانوا يحطوا بشي بيسموه حنطور. والنقل بالعربي الفصحى بالعامية إلا بنحملوا على ظهر الحمار مثلا أو على العرباية بتسمى النقل، يعني الحمل. وفي إشي بنقال بالعربية الفصحى النقولات ومفردها النقل، واللي هو بوكلوا الناس لما بدهم يتسلوا، يعني الفستق المحمص أو الفستق المشوي، الحمص المشوي، الحاملة الخضراء، كيف ده كل ما مالح البذور البذورات، وهذا بزر كسى وهذا يقطين وهذا بزر بطيخ وهذا لوز محمص وهذا تفاح جولاني. وطبعا إذا كان بين هالتسالي اللي هي النقولات نوع تافه ورخيص ومش ذكي، اللي بيروح يشتري للبياع شو بيقول للبياع؟ بيقول له شو كمل النقل بالزعرور؟ واللي ما عرف شو هو الزعرور لحد هسه بقولكم ركزوا معي. هاي شجرة شوكية بتنتمي لعائلة الأشجار الوردية، الورديات، وطن بلاد الشام، منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأكثر إشي موجود في فلسطين والأردن. في الجبال بتلاقيه، في جبال القدس وجبال السلط وفي وادي الأردن. وترى شجرة الزعرور معمرة بتقعد سنين واقفة. استخدموها الإغريقيين عشان يصنعوا تيجان العرايس والعرش تبع الزفاف تبعهم يعني، والألمان استخدموه كمان في الجنايز، يعني في الأفراح والأطراح. والفرنسيين كانوا يقولوا
عن هالزعرور إنه عنده قدرة على طرد الأرواح الشريرة، يعني بطرد الأرواح ما شاء الله. ثمرة الزعرور إحمر، ومرات بيكون إصفر، في نواة قاسية ومدورة معبي جواته، في شوية لب، وهذا إذا استوى كثير بدود، فاللي بيشتريه بكب نصه. تمام، روحه خفيفة، فهمتوا علي؟ بيخرب بسرعة، يعني عشان هيك رخيص. إذا الكيو الناس اشتروا، وإن ما الكيو ما حد بيسأل عنه، وهو بكلته واحد، مع إنه مفيد في بعض الأمور الطبية. ابحثوا عنه، ابحثوا واقروا، لازم تقروا وسلامتكم. ومنضيفكم بالشعر بيت إنه الزعرور صفة للرجل قليل الخير سيء الأخلاق، فبيقولوا زلمي زعرور أو رجل زعرور ورجال زعارير. وهذول الزعارير إذا انضموا لجماعة أو فاتوا بيت حد أو قعدوا قعدة مستحيل ما تصير تبلش المشاكل وتحمر روس ويدكوا ببعض وتصير حانة ومانة. وهيك بيقولوا الناس كمل النقل بالزعرور وحيشاكم. وقبل لا أقول لكم سلامتكم، طبعا سلامتكم دائما، بدي تكملوا المثل. سهل، جاوبوني بالتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. بيقول المثل الكف. كملوا، اكتبوا لنا تحت. وهسه برضو بقول لكم سلامتكم.